الخبز ديال الساندويتش بزاف ديال الناس كتغفل على هذا المشروع هذا خصوصا في رمضان. دونك تبع معايا باش نوريك كيفاش انك تصايبهم بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه وكتخرج واحد الكميه اللي كثيره وتقدروا انكم تستغلوا هذا المشروع هذا. دونك هنا ناخذ واحد الاناء نضيفوا فيه كاس ديال الماء دافي، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخماره ديال العجينه، كنضيفوا كذلك معلقه ديال السكر، وكما كتشوفوا هنا كنضيف واحد الكميه ديال الدقيق تقريبا كاس الاخوان عامر ممتلئ. الكاس اللي عبرنا به الماء هو نفسه اللي نعبروا به الدقيق. كنغطيو الخليط ديالنا كنخليوه يرتاح واحد المده ديال ربع ساعه، من بعد غادي نزيدوا عليه الزيت، معلقه ديال الخماره ديال الحلويات، وكنضيفوا كذلك الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كنضيفوا شويه بشويه حتى الخليط ديالنا كيتجمع وكيجي على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا. فهنا الاخوان كيكون واجد معنا، كنغطيوه ونخليوه انه يخمر على خاطرو. ملي كيخمر كنشدوه كنعاودوا اننا نحطوه فوق سطح العمل بهذه الطريقه هذه، وكنقطعوا قطع اللي هي صغيره تقريبا 30 غرام في كل قطعه. هنا كنسرحوهم على هذا الشكل هذا وكنجمعوهم على شكل كما غادي تشوفوا خبز ديال الساندويتش كما غادي تشوفوا بهذه الطريقه هذه. فراه الجمع ديالهم راه ساهل، كنجمعوا الجوانب وكنديروا لهم بهذه الطريقه هذه، فهنا كيكونوا واجدين. من بعد الاخوان هنا كنديروهم في الخشخاش، ولكن قبل خصنا نديروهم ندهنوهم بالماء، عاد نديروهم في الخشخاش ولا ديروا لهم الاخوان الزنجلان، داكشي كيبقى اختياري. بالنسبه للخشاش راه عنده اسم اخر سميتو بالعمان. دونك هذه هما الاخوان غادي نغطيوهم وكنحاولوا اننا نخليهم يخمروا على خاطرهم. من بعد غادي ندير لهم فتيحات كما غادي تشوفوا من الفوق على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلهم الفران باش انهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه للطياب ديالهم، بالنسبه للفران ديال الضو، فهنا غادي تشعلوا الفرفاره كنشعلوهم من الفوق ومن التحت، كنخليهم انهم يطيبوا على خاطرهم على 180 درجه. وبالنسبه للفرن ديال الغاز الاخوان فكنشعلوا لهم من التحت كنخليهم حتى يطلعوا، عاد اننا كنهودوهم من التحت الاخوان باش انهم يتحمروا على خاطرهم، ودرجه الحراره ما تجهدهمش، خليهم انهم يطيبوا على خاطرهم. دونك كما غادي تشوفوا هذه هي النتيجه. فكنحلهم كما غادي تشوفوا على هذا الشكل، كنضيفوا شويه ديال المايونيز وكتعمروهم نتوما باي حاجه كانت عندكم، بالخس وباقي الاخوان المكونات الاخرى بحال الطون واي حاجه كانت عندكم تقدروا تستعملوا، حتى القطع ديال الدجاج ولا الصدر ديال الدجاج. وهنا كما غادي تشوفوا استعملنا المرتضى الله، وهذه هي النتيجه. وبصحه وراحه. الى عجبك الفيديو بارطاجي مع الناس اللي كتعرف، خلي واحد القليل باش يدعوا ديال الخير.